يوميات عبد الحميد ونسوم، وحشونا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي ومتابعينا في كل مكان. النهارده جاي لكم فيديو جديد بقى يا جماعه، ضرب نار، وهو فيديو بقى لعيد الاضحى. بقى روقنا الكلام وظبطنا الدنيا يا جماعه، عملنا حواوشي وتبلنا فراخ. هنقول لكم عملنا ايه تاني. ما تنسوش بقى ايه يا جماعه تشتركونا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. حبيت بقى اعمل شويه تجهيزات للمطبخ كده يا جماعه، بتوفر معانا وقت كتير كتير. فايه رايكم يا جماعه بقى في الابداع والحاجات الجميله دي. بصوا يا جماعه، جبنا ما شاء الله فراخ اهو، تبلناها للشوي. والاستريبس يا جماعه جهزناه، رجول الفراخ اللي طلعناها مع الاجنحه. طبعا يا جماعه في ناس بتحب ده وفي ناس لا. كمان كفته الرز اهي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، حاجه تحفه يعني من الاخر. كمان اللحمه ظبطناها وغسلناها وحطيناها برده في اكياس اهو يا جماعه. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الجمال يا جماعه. ما تنسوش بقى تشتركونا في القناه وتفعلوا الجرس يا جماعه، وتعالوا معانا بقى خطوه بخطوه نوريكم عملنا ايه. حبايب قلبي خلصنا بقى حاجتنا الجميله. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. عملنا بقى الفراخ تبلناها، وعملنا كفته الرز، وعملنا الاستريبس يا جماعه، والحواوشي تحفه. ما اقولكوش على الجمال والحلاوه. اللحمه غسلناها وقطعناها برضه اهو. عملنا الملوخيه وفي الكبه. برضه اللحمه المفرومه هي. التوم فرمناه. الباميه. وكمان جبنا الجبنه الموزاريلا عشان ما ننساهاش. بصوا يا جماعه الجمال. الحاجات دي بقى بتوفر معانا وقت كبير كبير، نقدر نطلع بقى الطبق جاهز، ويبقى بدل ما نقعد ساعه في المطبخ يبقى ربع ساعه، هي بس التسويه مش اكتر. بصوا يا جماعه الجمال، اللهم صل على سيدنا محمد. والمخلل ده تحفه يا جماعه، كيس كامل على بعضه ب30 جنيه بس، يعني ما شاء الله حاجه كويسه جدا. بصوا يا جماعه الحواوشي كل ده على السوا يا جماعه. هنحطه بقى في الاكياس اهو، كبد وقوانص واللحمه والاستريبس، كله كله يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال. اتحمرت، عايزه اقول لكم تحفه 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 والله يا جماعه، تحفه وريحتها جايبه الاخر. الرز بقى انا مش عايزه اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها عامله ازاي، ما شاء الله. كميه اللحمه جميله جدا، يعني عايزه اقول لكم تحفه وطعمها تحفه. بصوا يعني هتتوهموا من شكلها لما نخلص كده. اتفرجوا على جمالها. هنصبعها بقى كلها ونوريكم الشكل النهائي. رحت صبعناها. ممكن يا جماعه تعملوا دور تحت، يعني انا عامله دور تحت وحطيت بقى الكيس اللي هو النايلون ده او كيس اللبن اهو ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحفه وريحتها جميله ومقاديرها مظبوطه. بصوا نحط كيس كده اهو على الوش اهو، ونحط يا جماعه طبقه هنا كمان. بالله ما شاء الله لما بقى غسلنا بقى الفراخ زي القشطه يا جماعه، نظافه من الدرجه الاولى ما شاء الله. نضفناها يعني بنمسك القطعه نغسلها كويس جدا جدا. وعايزه اقول لكم يا جماعه بقى بتعملوا لول يعتبر بيطلع الزفاره، اللي هو شويه دقيق مع شويه فلفل اسود مع شويه ملح. كل ما تغسلوا قطعه كويس جدا جدا المحلول ده، وما تطلع منها الزفاره بنرجع نغسلها مره تانيه، تبقى مش عايزه اقول لكم على الجمال بقى يا جماعه، اللهم بارك اهو. ده الاستريبس اهو يا جماعه، برضو قطع الاستريبس اهو لسه برضو هوريكم معايا كل حاجه اهو. عملنا الخلطه بتاعتها بقى اللي هي عباره عن فلفل وطماطم وبهارات مشكله وخضار، حاجات تحفه جدا. هنتبل بيها الفراخ واحده واحده هنوريكم اهو يا جماعه. بصوا التتبيله وجمالها وريحتها، مش عايزه اقول لكم شكلها عامل ازاي، تحفه التحفه. بصوا يا جماعه الجمال. هوريكم بقى وهنحطهم طبعا في اطباق. عايزه اقول لكم الحاجات دي بتنجز جدا في العزومات، لو انت خارجه رايحه مصيف رايحه رحله، الحاجات دي بتنجز جدا جدا معاكم ما شاء الله يا جماعه. عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا. كمان عملنا خلطه الحواوشي اهو، فرمنا اللحمه وحطينا عليها من الخلطه وخضار وخلطه الحواوشي. طبعا هنقلبها بقى مع بعضها كلها وهنوريكم برضو، خليكم معانا.
الخلطة بتاعت الستريبس يا جماعة ده عبارة عن دقيق، كركم على كاري، نشا، بهارات مشكلة، كزبرة، كمون، شطة، بابريكا، كل الانواع البهارات اللي موجودة. طب في ناس بتقول لي لازم بهارات يعني مخصوص وكده، اقولك والله احنا ممكن نمشي حالنا باي حاجة موجودة في البيت، حتى لو ملح وفلفل اسود ما عنديش اي مشكلة خالص. طب احنا هنقلب بقى الخلطة دي كلها على بعضها، يعني الكركم على كاري على النشا، نقلبها كويس يا جماعة. اهو برضو بقى جبنا الستريبس وقطعناه قطع كويسة وغسلناه برضو ونقعناه في المحلول بتاعها، وبعد كده بنعبيها في اطباق بعد ما نعمل بقى الخلطة بتاعتها دي، وبحطها في الفريزر وقت ما بحب اطلع طبق اعمل اكل جاهز ما بياخدش معايا اي وقت يا جماعة. عايزه اقول لكم يعني ممكن نتعب يوم في تجهيز حاجات في المطبخ، بس بعد كده الحاجات دي بتنفع صدقوني، بتبقى اكلات جاهزه وبسرعه، يبقى على القلي على طول. اهو يا جماعه قلبنا الخلطه زي ما انتم شايفين، بنقلبها كويس جدا جدا. وبعد كده بقى يا جماعه بننزل قطع الستريبس اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. هنقلبها بقى يا جماعه ونغلفها تماما، وبعد كده بنرجع نوريكم الشكل. فرن بقى الحواوشي يا جماعه، وحطينا الخلطه والبصل والفلفل، ودي بهارات يا جماعه هي خاصه بالحواوشي، يعتبر كركم على كاري، فلفل اسود، كمون، ملح، بابريكا، كله يا جماعه على بعضه. هنقلب بقى الخلطه الجميله دي مع بعض، وهنرجع نوريكم الحواوشي بعد ما عملناه. صباح الساحل، عصر يا جماعه من الساحل، عملنا الفطار رايق، اتفضلوا معانا. جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. يلا نعمل مكرونه بالبشاميل تحفه. هنسلق المكرونه ونوريكم بقى، وكمان عملنا اللحمه المعصجه اهو، عصجنا اللحمه. هنظبط بقى مكرونه بالبشاميل ونعمل رواق باللحمه المفرومه، هنروق الكلام النهارده. الاول اقلب البشاميل بسرعه كده عشان ما يكتلش معانا ان شاء الله. نحط البهارات ونحط الملح مظبوط يا جماعه، لازم الموضوع الملح ده مهم جدا ناخد بالنا منه اهو لغايه لما يتقل. وبعدين انا يا جماعه بصراحه في البشاميل اللي بحب احط ورقه لورو تكون على بعضها كده مش مطحونه، تمام، على اساس ان هي بتدي ريحه، وبعد كده بشيلها او بصفيها قبل ما بعمل البشاميل. المكرونه بنقلبها في البشاميل كده اهو بالخلطه ماشي. طبعا بنقسم البشاميل نصين، حبه بنحطهم على المكرونه كده عشان تبقى متماسكه، والحبه التانيين بيبقى على الوش. هنحط بقى هنا بسم الله يا جماعه عشان ما ياخدش وقت. بصوا الجمال بقى والعظمه، حاجه كده ما حصلتش. بصوا خليها متساويه كده ولا اطعم من هيك يا جماعه. بصوا الجمال والحلاوه. نحط بقى اللحمه المفرومه طبقه وطبقه، وقولوا لي بقى على الريحه والجمال ما يتوصفش. اللحمه المفرومه اهي نوزعها كويس بقى يا جماعه. بنفرد اللحمه المفرومه كويس. ادي اللحمه المفرومه اتفردت يا جماعه في قلب الصينيه اهي. نحط الطبقه الثانيه بقى يا جماعه ونرجع المكرونه، وبرده قاعدين مع بعضينا اهو. وادي الطبقه الثانيه من المكرونه حطيناها، ولسه بقى نصب البشاميل دلوقتي بقى على الوش فوق. يا جمال يا جمال يا عظمه الحلاوه دي يا جماعه. الطعام دي يا جماعه لا شغل جامد اهو حلو اهو 100 100 لكل الناس اللي بتقول ان انا مش بعرف اطبخ. لا والله الواقع اهو يا جماعه، مكرونه بالبشاميل تحفه، طاجن مكرونه ما حصلش. البشاميل عامل شغل يا جماعه اهو. يا جماعه الجمال لسه بقى ما يستوي بقى هيبقى شكله احلى واحلى طبعا مع الجبنه الموتزاريلا، هيعمل شغل عالي. جمال دلوقتي بقى الجرناشه بتاعت الصينيه كده اتعملت. اما الجرناشه بتاع الصينيه احلى من هيك يا جماعه. شغل بص شغل من العالي بقى تمام 100 100. لسه بقى ما يستوي وهتبقى شكله احلى. بصوا يا جماعه طاجن حكايه
يا روقانك مكرونه روقان الروقان. بقى باللحمه المفرومه، نحط اللحمه المفرومه بقى ونحط الجبنه الموزاريلا. يا جماعه عملناها ستريبس فراخ على جبنه موزاريلا على فلفل الوان اهو. نحط بقى دي روقان، اللي ما بيحبش اللحمه ياكل الفراخ.